يا هلا والله بالشباب. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد وقررت اجرب لعبة حرب بيقولوا عليها انها كاونتر سترايك الموبايل. اللعبة اسمها لوكال وورفير بورتبل. تعالوا نشوف هل تستاهل وقتكم ولا تترمي في الزبالة. يلا بينا. بصوا يا رجالة، دي واجهة لعبة لوكال وورفير ري بورتبل. أول حاجة تلفت نظرك هي البساطة، القائمة فيها كل حاجة محتاجها بوضوح، من أول المولتي بلاير لحد السنجل بلاير لو عايز تسخن لوحدك. ودلوقتي جه وقت الجد. دخلنا على قائمة التجهيزات عشان نختار العدة اللي هننزل بيها. زي ما انتم شايفين اللعبة مدلعانا في الأسلحة. أنا قررت النهاردة أنزل بالإس في دي عشان أجيبهم من بعيد، ومعايا اليو ام بي للزنقات والمواجهات القريبة. وطبعا ما ينفعش ننسى التحبيشة الأخيرة، اخترت الاتش اي جرينيد عشان لو لقيت تجمعات أخلص عليهم بضربة واحدة. السكواد كده جاهز والمعدات تمام، يلا بينا ننزل الماب ونوريكم اللعب على أصوله. خلاص استقرينا على السلاح، ودلوقتي جه وقت تظبيط اللوبي عشان الجيم يكون حماسي بجد. أول حاجة عملتها إني زودت عدد البوتات وخليتهم 6 عشان الماب تولع نار وميبقاش في مكان تستخبى فيه. وبالنسبة لمستوى الصعوبة فخليته نورمال عشان التحدي يكون موزون واللعب يكون ممتع. أما وقت الماتش فظبطته على 5 دقايق، وده وقت مثالي للي بيفهموا في الأكشن السريع. الماب جاهزة واللودينج خلص، يلا بينا ندوس ستارت ونوري ال6 دول الوش التاني. ودينا نزلنا أرض المعركة يا وحوش. زي ما انتم شايفين المكان هنا ضيق ومحتاج تركيز عالي عشان ال6 اللي نزلناهم ممكن يطلعوا لنا من أي زاوية. أنا دلوقتي ماسك السلاح. بصوا يا جماعة على المفاجأة دي، اللعبة مش بس أكشن وبس، لأ دي كمان بتديك حرية كاملة. الميزة اللي بجد بتميز اللعبة دي عن أي لعبة حرب تانية من غير دنيتك دوس تمام ويلا نرجع نخلص على الباقي. بدأنا نتحرك في الممر الضيق ده، وعيني وسط رأسي عشان أي حركة غدر. وفجأة أول واحد ظهر قدامي ما خدش في إيدي ثانية، النشان كان في نص الرأس، والنتيجة بدأت ترفع لفوق وبقت 100. المكان هنا غدار جدا وكل ركن فيه مصيبة، بس على مين؟ إحنا صاحيين لكل خرم. إبرة. بصوا على النتيجة فوق على اليمين. بدأت أسيطر على الماب وأعلم على كل اللي يقابلني واحد ورا التاني. كملوا معايا، اللي جاي ضرب نار بجد ومش هنرحم حد. يا ساتر يا رب. شفتوا اللي حادثة؟ شفت اللي حصل؟ كنت ماشي في أمان الله وفجأة 2 طلعوا لي من العدم. الصراحة اتخضيت خضة عمري، وما كنتش متوقع إنهم قريبين ومستخبيين لي كده. حاولت أتعامل معاهم وأفتح النار بسرعة بس ملحقوش يفرحوا. أدينا نزلنا الميدان تاني بسرعة عشان نرد القلم قلمين، وزي ما انتم شايفين النتيجة لسه ثابتة عند 400. يعني رغم اللي حصل لسه احنا اللي معلمين عليهم ومسيطرين على الماب. أنا دلوقتي بتحرك بحذر وعيني على كل زاوية عشان الاتنين اللي غدروا بيا ما يكرروهاش تاني. النشان جاهز والمرة دي مفيش فرصة للغلط. اللي هيظهر قدامي المرة دي هو اللي هيدفع الثمن. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة في لعبة لوكال وورفير. الصراحة اللعبة تجربة ممتعة جدا خصوصا إنها من غير إنترنت. وبالنسبة لتقييمي النهائي الجرافيك هديله 6.5 من 10. هو معقول وشغال بس محتاج شوية تطوير في التفاصيل. الأسلحة وقوتها دي بقى تاخد 8.5 من 10. الأسلحة متنوعة وصوتها وقوتها في المواجهات بجد تحسسك بالأكشن. في المجمل اللعبة تستاهل التجربة لو عايز تسلي وقتك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في الجيم الجاي على خير. سلام.